السلام عليكم حبايبي طلاب اولى ثانوي، اهلا بيكم يا دكاتره دفعه الانتجريتد ساينس 2025. معاكم دكتور علاء فضالي. النهارده ان شاء الله هنشرح الريكاب او السمري السريع كده حضرتك لليسون 1 عندك كله بالكامل يا دكتور. هينزل لك الفيديو ده ان شاء الله عندك على الابلكيشن لو انت بتتفرج عليه دلوقتي، وهينزل لك حضرتك يوتيوب لو عايز تشترك معانا على الابلكيشن او على المنصه. هتلاقي الوصف موجود عند حضرتك، هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن عندك، تقدر تدوس عليه وتنزل الابلكيشن وتاخد كل الكونتنت اللي موجود عند حضرتك، من فيديو الشرح، الفيديو الهوم ورك، الفيديو السمري، للبي دي افس بتاعه السمري كمان. كل ده موجود عند حضرتك على الابلكيشن. طيب سمي الله وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وابدا معايا كده حضرتك نعمل سمري سريع نقفل بيه الشابتر بتاع حضرتك، المين بوينتس والافكار الاساسيه، بحيث ان الفيديو ده يكون دعم ليك ومساعد ليك وقت ما تعوز ترجع للدرس ده حضرتك قبل الامتحان بتاع الاسبوع، قبل الامتحان بتاع الشهر، قبل امتحان الفاينل، تقدر تلم الدرس بشكل سريع كده. فيلا بينا حضرتك وابدا معايا بدعاء المذاكره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، انك سبحانك على كل شيء قدير. بص يا دكتور، في ليسون 1 عند حضرتك الراجل كان بيتكلم يا دكتور عن فكره اساسيه، الا وهي الهيدروسفير. كويس كده؟ ايه هو يا دكتور الهيدروسفير؟ قال لي يا فندم الهيدروسفير هي الووتر كونتنت اون ايرث. كل ما تحتويه كوكب الارض حضرتك من ميه، ده يا فندم بيتقال عليه الهيدروسفير، او يا دكتور ممكن نقول عليه بالعربي كده الغلاف المائي. يبقى الغلاف المائي حضرتك هو الكونتنت بتاع الووتر اللي موجود عندك على كوكب الارض. طيب الهيدروسفير ده حضرتك يا دكتور بيمثل كام؟ قال لي والله الهيدروسفير ده بيمثل 70% من الإيرث سيرفس، سطح الارض بالكامل يا دكتور. لو جيت تبص على كوكب الارض ده من فوق كده يا دكتور هتلاقي 70% منه عباره عن ميه. ال 70% منه دول حضرتك او ال 70% ميه دول يا دكتور بيتقسموا لجزئين. ايه هما الجزئين يا فندم؟ قال لي 97% من الميه دي حضرتك عباره عن سالت ووتر، ميه مالحه. والميه المالحه دي حضرتك بنلاقيها فين يا فندم؟ قال لي الميه المالحه دي يا دكتور هتلاقيها موجوده عند حضرتك. خلينا بس كده نجيب درجه لون اغمق شويه من كده. اوكي ده جميل جدا. السالت ووتر دي حضرتك هتلاقيها موجوده عندك يا دكتور في الاوشنز، في المحيطات، هتلاقيها موجوده عندك في السيز البحار، هتلاقيها موجوده عند حضرتك في السالت ليكس او البحيرات المالحه. ده 97%. 3% بقى حضرتك عباره عن فريش ووتر اللي هي الميه العذبه اللي احنا بنشربها. وال3% دول بيتقسموا لجزئين. 1% يا دكتور عند حضرتك ده هتلاقيه موجود في الريفرز، في الانهار والفريش ليكس البحيرات العذبه اللي هي الميه اللي احنا نقدر نوصل لها بسهوله. و2% منهم حضرتك هتلاقيهم يا فندم موجودين از جراوند ووتر او مياه جوفيه. كويس كده؟ قال لي كويس جدا. يبقى انا عندي الهيدروسفير او الغلاف المائي بيغطي 70% من مساحه كوكب الارض، 97% منهم يا دكتور از سالت ووتر، و3% او 3% حضرتك و3% منهم حضرتك از فريش ووتر او ميه عذبه نقدر ان احنا نستخدمها. كويس كده؟ قال لي كويس جدا. طيب بعد كده يا دكتور الراجل بدأ يكلمني عن ان الووتر يا فندم عند حضرتك اللي هي المين كومبوننت او المكون الاساسي للهيدروسفير بالكامل يا دكتور. الووتر او الميه دي ليها شويه يونيك بروبرتيز. يعني ايه يا دكتور يونيك بروبرتيز؟ قال لي يعني خصائص فريده مش موجوده عند اي ماده تانية على وجه كوكب الارض. زي ايه مثلا يا فندم؟ قال لي زي ان رقم واحد مثلا يا دكتور لو جينا نتكلم هنا عند حضرتك، رقم واحد يا فندم ان الووتر دي dissolve many chemical substance، بتدوب حضرتك كتير جدا من السبستانس، اكتر من 90% من الموليكيولز بتدوب في الووتر، فبقول عليها انها يونيفرسال سولفنت. سولفنت يعني مذيب، الماده اللي انا بدوب فيها. السوليوت الحاجه اللي انا هدوبها، السولفنت الحاجه اللي انا هدوب فيها. فالووتر هنا حضرتك بتعتبر يونيفرسال سولفنت. طيب ده جميل. الحاجه الثانيه حضرتك قال لي ان هي بتكون موجوده في 3 اشكال او ال3 اشكال بتوع الفيزيكال ستيت.
اللي هم ايه يا فندم الثلاث اشكال بتوع الفيزيكال ستيت؟ قال لي حضرتك ممكن تبقى موجوده على شكل سوليد، او يا دكتور تبقى موجوده على شكل ليكويد، او يا فندم تبقى موجوده على شكل جاز. والله يا دكتور لو هي موجوده على شكل سوليد ففي الحاله دي بقول عليها ايس. لو موجوده يا فندم على شكل ليكويد في الحاله دي بقول ان ده الاكويس فورم او الشكل السائل بتاع الووتر. والجاز حضرتك بتبقى على هيئه ووتر فيبور. كويس كده؟ قال لي كويس جدا. فعندك هنا الووتر بتبقى موجوده في الثري فيزيكال ستيت، الايس والاكويس والجاز. وجودها في الثلاثه دول حضرتك بيخليها موجوده في كل الاغلفه اللي موجوده على كوكب الارض، اللي هم 3 اغلفه. الهيدروسفير وده الغلاف المائي، وده حضرتك اللي بتكون فيه الميه في الشكل الاكويس بتاعها. قال لحضرتك الاتموسفير الغلاف الجوي، وده اللي بيكون الميه موجوده فيه على هيئه ووتر فيبر. او يا دكتور بتكون موجوده على شكل سوليد الايس، ده الكلام ده في البولار ريجونز، في المناطق القطبيه زي القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بتغطي سطح الارض او اللايسوسفير الغلاف الصخري. او ممكن برضه حضرتك تبقى موجوده في الشكل الاكويس بتاعها حضرتك في اللايسوسفير او في الغلاف الصخري على هيئه ايه يا فندم؟ قال على هيئه جراوند ووتر او المياه الجوفيه اللي احنا اتكلمنا عليها هنا يا فندم. كويس كده؟ قال لي كل ده جميل وكويس جدا. تعالى بقى يا دكتور نتكلم عن الكيميكال ستراكشر بتاع الووتر والثلاثه كيميكال بروبرتيز اللي موجودين عندي في الدرس يا دكتور. طيب تعالى كده يا فندم نطلع مع بعض هنا، نجيب مساحه بس نكتب فيها ونشرح عند حضرتك هنا يا فندم ان احنا بنتكلم يا دكتور عن ايه؟ قال لي حضرتك احنا بنتكلم عن الكيميكال ستراكشر اوف ووتر. ايه هو يا دكتور الكيميكال ستراكشر بتاع الووتر؟ الميه يا دكتور عند حضرتك زي ما انت عارف عباره عن واحده اكسجين اتوم ماسكه حضرتك هنا يا فندم في 2 هيدروجين اتوم، صح كده؟ قال لي صح. البوند اللي موجوده هنا دي يا فندم ما بين الاكسجين اتوم وبين الهيدروجين اتوم دي حضرتك بنسميها كوفالنت بوند. يعني ايه يا دكتور كوفالنت بوند؟ قال لي كوفالنت بوند حضرتك هي شراكه ما بين مين ومين؟ ما بين الهيدروجين اللي هنا دي بتدفع الكترون والاكسجين اللي هنا دي يا دكتور بتدفع الكترون. كذلك الهيدروجين اللي هنا دي بتدفع الكترون والاكسجين دي يا فندم برضه بتدفع الكترون. والمفروض ان التو الكترونز دول رايحين جايين ما بين الاكسجين والهيدروجين، بس ده ما بيحصلش. ليه يا دكتور الموضوع ده ما بيحصلش؟ قال لي لان عند حضرتك مصطلح مهم جدا لازم تبقى عارفه يا فندم اسمه الكترون نيجاتيفيتي. ايه هي يا دكتور الالكترون نيجاتيفيتي او اللي بيقولوا عليها بالعربي السالبيه الكهربيه؟ الالكترون نيجاتيفيتي it is the ability of atom to attract electron toward itself. قدره الاتوم انها تشد الالكترونز ناحيتها يا دكتور. فالاكسجين عند حضرتك هنا يا فندم عندها هاي الكترون نيجاتيفيتي، فبتقدر انها تشد الالكترونز في اتجاهها. الالكترونز بتاعت مين؟ بتاعت الهيدروجين وبتاعت الاكسجين بتتسحب بشكل كبير ناحيه الاكسجين، صح كده؟ قال لي صح يا دكتور. وبالتالي عند حضرتك يا فندم الالكترونز دي لما تطلع فوق هنا الاقي الالكترونز قلت عند الهيدروجين وزادت يا دكتور عند مين؟ عند الاكسجين. فالاكسجين تجين يا دكتور نيجاتيف تشارج، وده حضرتك يخليني اقول على الاكسجين يا فندم انها ايه يا دكتور؟ ان الاكسجين عند حضرتك هنا بارشلي نيجاتيف، والهيدروجين اقول عليها بارشلي بوزيتيف، صح كده؟ قال لي صح يا دكتور. فالاكسجين بارشلي نيجاتيف والهيدروجين يا فندم بارشلي بوزيتيف. ليه؟ لان الاكسجين سحبت الالكترونز ناحيتها اكتر. وده حضرتك يخليني يا فندم لما اجي اشد خط عندك هنا يا دكتور اقسم الووتر مولكيول دي لنصين الاقي فوق هنا نيجاتيف بول وتحت هنا يا دكتور بوزيتيف بول. عشان كده الووتر دي يا دكتور انا بقول عليها بولر سولفنت. بولر سولفنت يعني مذيب قطبي. يعني ايه قطبي يا دكتور؟ يعني عنده تو بول، النيجاتيف بول وده الجزء بتاع الاكسجين، والبوزيتيف بول وده الجزء بتاع الهيدروجين، لان الاكسجين سحبت الالكترونز من الهيدروجين فبقت هي عندها نيجاتيف تشارج والهيدروجين عنده بوزيتيف تشارج، صح كده؟ البولار سولفنت او البولاريتي حضرتك بتاعت الووتر دي اللي هي قدره الميه على انها تبقى بولر فيها جزء نيجاتيف وجزء بوزيتيف، ده حضرتك بيخليها تدوب زي ما قلت لك من شويه 90% من الكيميكال سبستانس لقاعده مهمه جدا. القاعده دي حضرتك بتقول ايه يا فندم؟ بتقول like dissolves like. يعني ايه؟ يعني كل واحد من الموليكيولز حضرتك بيحب يدوب في اللي زيه. لو انت حضرتك عندك بولر موليكيول سبستانس معينه بولر تحب حضرتك انها تدوب في بولر سولفنت زي الووتر.
تحب تدوب في بولار سولفنت زي مين يا فندم؟ زي الووتر يا دكتور. لو حضرتك عندك ماده نون بولار مولكيول، النون بولار مولكيول دي حضرتك تحب تدوب في نون بولار مولكيول برضو او نون بولار سولفنت. زي مين يا فندم النون بولار سولفنت ده حضرتك؟ قال لي زي البنزين، زي البنزين. فعشان كده كنت بقول لحضرتك يا فندم ان اللي ما يدوبش في الميه يدوب فين يا دكتور؟ في البنزين، لان النون بولار سولفنت مش هتدوب عند حضرتك في الووتر، ولا البولار سولفنت او ولا البولار مولكيول هتدوب عند حضرتك في البنزين، صح كده؟ فعشان الووتر اللي قدامك دي يا دكتور بولر بتقدر تدوب 90% من المولكيولز، بس مش دي الميزه الوحيده عند الووتر او بالنسبه للبولر. قال لي الميه علشان بولر يا دكتور، والكلام ده خدناه، بتقدر حضرتك انها تكون ما بين الووتر مولكيولز وبعضها هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند هي الاتراكشن فورس اللي بتتم عند حضرتك بتوين الموتر مولكيولز وبعضها. ازاي؟ تعالى يا دكتور نبص هنا كده. لما اجي هنا يا فندم عند حضرتك واقول لك ان ده ووتر مولكيول، خلينا بس نشد خط نفصل بيه الجزء اللي هنا ده. ده يا فندم ووتر مولكيول، اكسجين وهيدروجين. ودي حضرتك ووتر مولكيول تانية، اكسجين وهيدروجين برضه. حلو. انت يا دكتور شاطر ومذاكر وعارف ان الاكسجين اللي فوق دي بارشلي نيجاتيف، والهيدروجين دي بارشلي بوزيتيف، والهيدروجين دي برضه حضرتك بارشلي بوزيتيف، والاكسجين دي نيجاتيف، والهيدروجين دي حضرتك بوزيتيف. مظبوط كده؟ قال لي مظبوط جدا يا دكتور، كل الكلام ده انا عارفه. البوند اللي هنا ما بين الاكسجين والهيدروجين انت عارف ان نوعها كوفيلنت بوند. بس خلي بالك يا دكتور، انا بقول لك ان الهيدروجين دي بوزيتيف تشارج، والاكسجين اللي هنا دي نيجاتيف تشارج. عشان دي اكسجين نيجاتيف حضرتك والهيدروجين اللي عندها بوزيتيف، ده يا دكتور بيخلق اتراكشن فورس، الكتروستاتيك اتراكشن فورس ما بين النيجاتيف وبين البوزيتيف، او سوري ما بين البوزيتيف اللي هو الهيدروجين والنيجاتيف اللي هي الاكسجين. البوند او الاتراكشن فورس اللي حصلت دي بنسميها هيدروجين بوند. بتسميها ايه يا دكتور؟ هيدروجين بوند. الهيدروجين بوند عند حضرتك دي بتربط الووتر مولكيولز ببعضها كويس جدا. فانت لو عايز تبعد الووتر مولكيولز عن بعضها عشان تحولها من الليكويد ستيت للجازيز ستيت او للفيبر ستيت يا دكتور، لازم تبعد المولكيولز عن بعض. يعني لازم يا فندم حضرتك تكسر، ايوه اكسر ايه بقى يا دكتور؟ تكسر الهيدروجين بوند اللي هنا دي. وعشان الهيدروجين بوند دي تتكسر محتاجه يا فندم هاي تمبريتشر، كميه كبيره من التمبريتشر او كميه كبيره من الانرجي. بتوصل لكام حضرتك؟ قال لي بتوصل ل 100 سلسيوس ديجري، درجه حراره 100. عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لحضرتك ان عشان الووتر بولار سولفنت اتكون بتوين الووتر مولكيولز وبعضها هيدروجين بوند، ونتيجه لتكوين الهيدروجين بوند حضرتك الميه بقى عندها هاي بويلنج بوينت. درجة الغليان بتاعة المية بقت عالية يا دكتور، بقت عالية بتساوي كام؟ قال لي بتساوي عند حضرتك 100 سلسيوس ديجري. ليه؟ عشان دي كمية الانرجي اللي انت محتاجها عشان تكسر الهيدروجين بوند وبالتالي تحول من ليكويد لجاز. فلولا ان الهيدروجين بوند موجودة كانت البويلنج بوينت بتاعة الووتر اقل من كده بكتير يا دكتور. زي مين؟ زي الهيدروجين سلفايد اللي كانت البويلنج بوينت بتاعته نيجاتيف 61 وكان شبه قوي الووتر. الفرق بس ان دي اكسجين، هناك كانت موجودة ايه يا فندم؟ سلفر. بس دي الفكره كلها، لكن ما كانش فيه الهيدروجين بوند. فاول خاصيه عايز حضرتك تعرفها عن الميه حضرتك انها ايه يا دكتور؟ انها بولر سولفنت. ودي مهمه جدا ان حضرتك تكون عارفها، ان الووتر عند حضرتك هنا يا فندم رقم واحد هنا اهو يا فندم، ان الميه عندك يا دكتور بولر سولفنت. دي اول بروبرتي. بولر يعني فيها تو بولز، نيجاتيف بول وبوزيتيف بول. ده بيخلي موجود عندك هيدروجين بوند، والهيدروجين بوند بتخلي البويلنج بوينت عاليه. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه عند حضرتك يا دكتور او الخاصيه الثانيه بتقول ايه يا فندم؟ قال لي الكيميكال بروبرتي الثانيه يا دكتور وهي الاسيد بيز بالانس، ان في بالانس يا دكتور موجود ما بين الاسيد والبيز. الميه حضرتك عندها الخاصيه بتاعه الاسيد بيز بالانس اللي هي ايه يا دكتور؟ الاسيد بيز بالانس دي ركز معايا يا دكتور. عند حضرتك الووتر مولكيول العاديه اللي انت تعرفها، ادي الووتر H2O. الووتر مولكيول دي يا دكتور لما يحصل لها ايونايزيشن، يعني ايه يا دكتور ايونايزيشن؟ قال لي ايونايزيشن يعني تتحول لايونز. ايونايزيشن يعني ايه يا فندم؟ تتحول لايونز. تطلع عند حضرتك او تطلع عند حضرتك هنا H بوزيتيف
و OH نيجاتيف، صح كده؟ بس بقول ان الووتر عملت partial ionization. مش فاهم يا دكتور يعني ايه partial ionization؟ معلش وضح لي اكتر. يعني لو حضرتك جبت 10 مولكيول من الووتر عشان يحصل لهم ايونيزيشن، جزء صغير منهم اللي بيتفكك ل اتش بوزيتيف او اتش نيجاتيف، 3 مثلا اتش بوزيتيف و3 يا دكتور او اتش نيجاتيف. طب ما كده يا دكتور اللي اتفككوا من الووتر او حصل لهم ايونيزيشن 3، السبعه التانيين لسه زي ما هم على هيئه اتش 2 او، ما اتغيروش. كويس كده؟ بس بيحصل ايونيزيشن بيحصل. طيب ما انا يا دكتور عارف من ايام الساينس وحضرتك فكرتني بيها، قلت لي ايه يا فندم؟ قلت لي يا دكتور ان الاسيد، المادة الأسيد هي المادة اللي لما تتفكك تطلع اتش بوزيتيف، وقلت لي كمان يا دكتور إن المادة البيز هي المادة اللي لما تتفكك تطلع او اتش نيجاتيف. فاللي يطلع اتش بوزيتيف يبقى أسيد، واللي يطلع او اتش نيجاتيف يبقى بيز. كل ما كميه الاتش بوزيتيف تزيد الاسيد يزيد، وكل ما كميه الاو اتش نيجاتيف تزيد البيز يزيد، صح يا دكتور؟ زي مين؟ زي مثلا عند حضرتك اشهر اسيد الاتش سي ال، ده بيتفكك بيطلع اتش بوزيتيف والسي ال نيجاتيف. الراجل طلع اتش بوزيتيف بس خلاص يا دكتور يبقى اسيد. طب هنا البيز اديني مثال، ان ايه او اتش بيتفكك بيطلع ان ايه بوزيتيف واو اتش نيجاتيف، الراجل طلع او اتش نيجاتيف خلاص يا دكتور بقى بيز، صح كده؟ صح. طب افرض يا دكتور دي الكيس رقم 1 اهي الاسيد، ودي الكيس رقم 2 البيز، صح كده؟ قال لي صح يا فندم. افرض بقى حضرتك في الحاله رقم 3 ان انا جبت لك مولكيول معين لما تفكك ولا طلع اتش بوزيتيف ولا طلع او اتش نيجاتيف، زي ال NaCl. ال NaCl بيتفكك يطلع Na بوزيتيف والCl نيجاتيف. انت بتقول لي اللي يطلع اتش بوزيتيف يبقى اسيد، واللي يطلع او اتش نيجاتيف يبقى بيز. حصل ده بقى ولا طلع ولا اتش بوزيتيف ولا او اتش نيجاتيف، ببساطه شديده حضرتك يبقى سولت، واقول عليه يا فندم نيوترال سولت، صح كده؟ طيب افرض يا دكتور بقى انا جبت لك ماده، بص كده ركز معايا، اللي يطلع اتش بوزيتيف اسيد شاطر، واللي يطلع او اتش نيجاتيف بيز مظبوط، واللي ما يطلعش ولا اتش بوزيتيف ولا او اتش نيجاتيف يبقى سولت، جميل. افرض بقى حضرتك جبت لك ماده زي الووتر طلعت اتش بوزيتيف واو اتش نيجاتيف، انت قلت لي اللي يطلع اتش بوزيتيف اسيد واللي يطلع او اتش نيجاتيف يبقى بيز، طب اللي يطلع الاثنين يبقى ووتر. ايه اللي يطلع الاثنين يبقى ووتر. مفيش اي ماده في الدنيا خلقها ربنا تتفكك تطلع اتش بوزيتيف واو اتش نيجاتيف غير مين يا دكاتره؟ غير الووتر بس يا دكتور. فخدها قاعده كده حضرتك وانت بتتعامل مع اي كيميكال ستراكشر لاي مولكيول، لو طلع اتش بوزيتيف يبقى اسيد، لو طلع او اتش نيجاتيف يبقى بيز، ما طلعش ولا اتش بوزيتيف ولا او اتش نيجاتيف يبقى سولت. طب لو طلع الاثنين الووتر بس. عشان كده في اول الحصه قلنا ان الووتر عندها يونيك بروبرتيز او خصائص فريده، خصائص مش موجوده عند اي مولكيول تاني، زي ان ده المولكيول الوحيد اللي بيطلع الاثنين اتش بوزيتيف واو اتش نيجاتيف وبنفس الكميه. فهنا طلع عند حضرتك 3 اتش بوزيتيف وهنا طلع عند حضرتك 3 او اتش نيجاتيف، فهي عامله بالانس الاثنين قد بعض ما بين الاتش بوزيتيف والاو اتش نيجاتيف. عشان كده الاوبشن ده او الخاصيه البروبرتي دي بنسميها اسيد بيز ايه يا دكاتره؟ بالانس، التوازن ما بين الاسيديتي والبيز والالكالينيتي حضرتك. فهنا حضرتك الميه بتصنف على انها نيوترال، الميه بتصنف على انها يا دكاتره نيوترال. يعني ايه يا دكتور نيوترال؟ تعال اقول لك على حاجه مهمه جدا العلماء اتفقوا عليها وعملوها، سكيل كده يا دكتور اسمه البي اتش سكيل. اسمه ايه يا فندم؟ قال لي اسمه البي اتش سكيل. بيقول ايه حضرتك البي اتش سكيل ده يا دكاتره؟ قال لي البي اتش سكيل عند حضرتك ده مقياس مترقم عندك هنا يا دكتور، سكيل اهو مسطره مترقمه عند حضرتك من 0 ل 14. من 0 لكام يا دكاتره؟ ل 14. هنا حضرتك 1 2 3 4 5 6 وفي النص بالظبط كده يا دكتور 7. وبعد كده عند حضرتك 8 9 10 11 يا دكتور 12 وهنا يا فندم 13 14. كويس كده؟ العلماء قالوا عند حضرتك يا دكتور السكيل اللي قدامك ده لما جينا بصينا عليه يا فندم لقينا ايه يا دكتور؟ لقيت ايه لما بصيت على السكيل ده؟ قلت له والله انا لقيت ان هنا عند الزيرو حضرتك كميه الاتش بوزيتيف او الكونسنتريشن بتاع الاتش بوزيتيف اكبر من الكونسنتريشن بتاع الاو اتش
نيجاتيف. وطالما الاتش بوزيتيف يا دكتور اكتر يبقى الجزء ده اسيدك. السوليوشن اللي انت بتتكلم عليه ده يا دكتور اسيدك. طيب عند ال 14، عند ال 14 حضرتك لما جينا نقيس الكونسنتريشن بتاع الاتش بوزيتيف لقيته اصغر من الكونسنتريشن بتاع الاو اتش نيجاتيف. وفي الحاله دي حضرتك الاو اتش نيجاتيف هو اللي اكبر، فسميته بيزك او الكالاين سوليوشن. جميل. عند ال7 بالظبط بقى حضرتك ايوه اللي بيحصل بقى يا دكتور، قال لي الكونسنتريشن بتاع الاتش بوزيتيف بيبقى ايكوال للكونسنتريشن بتاع الاو اتش نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني هنا الاتش بوزيتيف كتير قوي، وهنا حضرتك الاو اتش نيجاتيف كتير قوي، وكل ما بقرب من ال7 الاثنين بيقلوا 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 يا دكتور لغايه ما بوصل عند ال7 ان الاثنين بيبقوا قد بعض. فانت عارف ان لما يبقى الاتش بوزيتيف كتير تبقى اسيدك، لما يبقى الاو اتش نيجاتيف كتير تبقى بيزك. طب لو الاثنين قد بعض ولا اسيد ولا بيز، دي حضرتك نيوترال. نيوترال يا دكتور زي مين؟ ايوه قال لي نيوترال زي الووتر. البيور ووتر حضرتك او الديستلد ووتر البي اتش بتاعتها بتبقى عند 7 بالظبط. مش بس كده، ده العلماء كمان يا دكتور ما وقفوش لغايه هنا، ده قال لك حضرتك من هنا يا فندم من على المنطقه بتاعه الزيرو لغايه ال3 الاتش بوزيتيف بيبقى عالي قوي يا دكتور. فالمنطقه اللي هنا دي بقول ان الاسيد اللي هنا سترونج اسيد، لانه اسيد قوي جدا بيتفكك بالكامل، فكميه الاتش بوزيتيف بتبقى كتير. من بعد ال3 حضرتك لغايه قبل ال7 المنطقه دي برضو اسيدك، لان ستيل الاتش بوزيتيف اعلى، بس بسميها ويك اسيد. طيب من بعد ال7 حضرتك قال لي لو بعد ال7 بمسافه بسيطه زي لغايه ال10 مثلا ده بيز، لان الاو اتش نيجاتيف اعلى، بس بسميه ويك بيز. من عند ال11 يا دكتور لل14 هنا الاو اتش نيجاتيف اللي هي الهيدروكسايل جروب بتبقى عاليه جدا، فبسميه سترونج بيز لان كميه الاو اتش نيجاتيف بتبقى اكتر بكتير. عند ال7 بالظبط يا دكتور عند رقم 7 ده حضرتك نيوترال. كويس كده؟ فالميه يا دكتور بتطلع اتش بوزيتيف واو اتش نيجاتيف الاثنين قد بعض، لانها اتش 2 او فبتطلع اتش بوزيتيف واو اتش نيجاتيف الاثنين ايكوال لبعض، فبقول ان الووتر نيوترال. بس خلي بالك دي البيور ووتر الميه النقيه. لو ضفت اي حاجه تانية في الميه حضرتك زي الاملاح زي الاسيد زي البيز اي غيره من الكيميكال سبستانس، يا اما هتحرك الميه اقل من 7 وفي الحاله دي الووتر تبقى اسيدك او السوليوشن يبقى اسيدك، او يا دكتور تزود الاو اتش نيجاتيف وفي الحاله دي حضرتك السوليوشن هيبقى بيزك. لكن لو هي بيور ووتر فالبيور ووتر نيوترال، مفيش اي حاجه في الدنيا هتديك اتش بوزيتيف واو اتش نيجاتيف الاثنين قد بعض غير البيور ووتر. كويس كده؟ وعشان كده قلنا الميه عندها خصائص فريده، ودي ميزه موجوده عند الميه. فدي الخاصيه رقم 2 اللي هي الاسيد بيز بالانس. تعالى حضرتك نتكلم على الخاصيه رقم 3 والاخيره عند حضرتك يا دكتور في الدرس، الا وهي الهيدروليسيس. تطلع ايه الهيدروليسيس دي يا دكتور؟ يعني ايه الهيدروليسيس رقم 3 اهو يا فندم عند حضرتك؟ قال لي هيدروليسيس. هيدروليسيس حضرتك بالعربي يعني التميؤ، كلمه غريبه كده يا دكتور معناها التميؤ. تعال افكرك بالهيدروليسيس او اقول لك على حاجه تفهمك الهيدروليسيس اسهل بكتير. حضرتك يا دكتور لما كنت في اعدادي كان عندك رياكشن مهم جدا اسمه نيوتراليزيشن رياكشن، صح؟ ايه هو يا فندم النيوتراليزيشن رياكشن؟ والله يا دكتور انا فاكر المستر بتاع الساينس كان بيقول لي النيوتراليزيشن رياكشن ان حضرتك يبقى معاك اسيد، بلاش اللون الاخضر ده خلينا نغيره. كان المستر يا دكتور بتاع الساينس بيقول لي حضرتك معاك اسيد وهتضيف عليه بيز. اسيد وبيز يدي لك ايه يا فندم؟ قال لي يدي لك سولت وووتر. ده اللي المستر كان بيقوله لي، اسيد بلس بيز يدي لحضرتك سولت ووتر. ازاي يعني يا دكتور مش فاهم؟ يعني هنا مثلا يا فندم عند حضرتك الاسيد زي مين يا فندم؟ قال لي زي الاتش سي ال. فانا يا دكتور لما اجيب الاتش سي ال ده حضرتك يتقسم لاتش بوزيتيف والسي ال نيجاتيف. البيز حضرتك زي الان اي او اتش، لما اجيب الان او اتش يطلع ان اي بوزيتيف واو اتش نيجاتيف. البوزيتيف يمسك في النيجاتيف حضرتك فيطلع عندك هنا سولت اسمه NaCl، والاتش بوزيتيف مع الاو اتش نيجاتيف تطلع لك ايه يا دكتور؟ ووتر. فالراجل كان بيقول لك اسيد وبيز يديك سولت ووتر. ده كان اسمه نيوتراليزيشن رياكشن. ده كان اسمه ايه يا فندم؟ نيوتراليزيشن رياكشن يا دكتور. حلو جدا. الهيدروليسيس عكسه. يعني ايه؟
يعني انا كنت بديك ال HCl وال NaOH تضيفهم مع بعض عشان تشوف هيطلع لي ايه، تقول لي يا دكتور هيطلع لي سولت اسمه ال NaCl وووتر. المره دي بقى حضرتك احنا هنعكس، هنقول لك الهيدروليسيس اللي هو مين الهيدروليسيس؟ العكس. انا هدي لحضرتك السولت واقول لك قول لي اللي هيطلع، خد السولت ده دوبه في ميه، ولما السولت يدوب في الميه السوليوشن اللي طالع هل هو اسيدك ولا بيزك؟ هي دي اللعبه الجديده. انت خدت نيوتراليزيشن معايا اسيد وبيز، احطهم مع بعض يطلع لي سولت وايه؟ ووتر. جميل. هنعكس بقى الموضوع، انا هدي لحضرتك سولت ومعاه ووتر حضرتك، والسولت لما يدوب في الووتر قول لي السوليوشن اللي طالع الاتش بوزيتيف فيه كتير فيبقى اسيد، ولا الاو اتش نيجاتيف فيه كتير فيبقى بيز، ولا الاثنين قد بعض. تعال نلعب اللعبه دي مع بعض حضرتك بشويه اكزامبلز موجوده عند حضرتك يا فندم في كتاب المدرسه. اول اكزامبل الراجل جايبه لي حضرتك وهو يا فندم ده رقم 1. خلينا بس نغير اللون عندك هنا يا دكتور للون الاسود، وده حضرتك نروح نغيره للون الازرق بتاعنا. طيب دلوقتي حضرتك انت جايب لي اكزامبل نمبر 1 ال NaCl. الراجل بيقول لي خد ال NaCl دوبه في الميه حضرتك وقول لي هيطلع ايه. اقول له ببساطه حضرتك لما اجي اقسم ال NaCl يطلع يا دكتور Na بوزيتيف و Cl نيجاتيف. مظبوط. ال Na البوزيتيف حضرتك هتاخد معاها مين يا دكتور؟ قال لي هتاخد معاها ال OH النيجاتيف، وال Cl النيجاتيف هتاخد معاها مين يا فندم؟ ال H البوزيتيف. فهيطلع عندي هنا يا دكتور سولت اسمه او بيز حضرتك NaOH، وهنا حضرتك هيطلع عندي HCl. ال NaOH يا دكتور بيصنف على انه ايه يا فندم؟ قال ال NaOH بيصنف على انه سترونج بيز، وال HCl حضرتك بيصنف على انه سترونج اسيد. سترونج بيز مع سترونج اسيد يا دكتور الاثنين اقوياء، فالموضوع يخلص تعادل. يعني ايه يا عم تعادل؟ تعادل يعني السولت او السوليوشن اللي هيطلع عند حضرتك هنا هيبقى نيوترال. ليه يا دكتور يطلع نيوترال؟ لان الاثنين اقوياء. الاثنين ايه يا فندم؟ اقوياء عند حضرتك يا دكتور. فلما يكون سترونج اسيد مع سترونج بيز الاثنين حضرتك اقوياء، فالاثنين يا دكتور تعادل. خليني اشبه لك الموضوع زي ما قلت لك في الشرح حضرتك بكومبيتيشن، مسابقه كده هنعملها ما بين 4 فرق، ريال مدريد وليفربول وانبي وسموحه. حلو كده؟ قال لي حلو. ايه اللي جاب انبي وسموحه لريال مدريد وليفربول؟ امشي معايا للاخر. لو ريال مدريد لعبت ليفربول حضرتك مين اللي يكسب؟ تقول لي يا دكتور الفرقتين اقوياء، الاثنين تقال، فممكن الموضوع يخلص تعادل، ما اعرفش احدد مين اللي هيكسب. يبقى لما سترونج اسيد يقابل سترونج بيز اثنين اقوياء الموضوع يخلص نيوترال تعادل. طب يا دكتور لو انبي وسموحه الاثنين لعبوا بعض، مع احترامنا لانبي وسموحه الاثنين فرقتين ضعاف يا دكتور، فالاثنين اصلا غالبا ما بيعرفوش يلعبوا كوره، فالاثنين هيتعادلوا، صح كده؟ فيحصل تعادل. يبقى لو سترونج مع سترونج نيوترال، ويك مع ويك برضه نيوترال حضرتك. طب ما تيجي نخلي ليفربول تلعب سموحه، تقول لي يا دكتور سموحه هي اللي هتكسب طبعا، صح كده؟ مستحيل. اكيد ليفربول اللي هتكسب، السترونج اسيد يكسب الويك بيز. طب لو عكسنا، لو جبنا سترونج بيز زي ريال مدريد بيلعب انبي حضرتك، برضه السترونج بيز هو اللي هيكسب. يبقى لو سترونج اسيد وسترونج اسيد نيوترال، ويك اسيد وويك بيز نيوترال. سترونج اسيد وويك بيز، لا السترونج اسيد هو اللي يكسب. طب ويك اسيد وويك بيز، برضه الويك بيز هو اللي هي ايه يا فندم؟ هيكسب. حلو. فهنا حضرتك المثال الاول بتاع ال NaCl طلع لي سترونج اسيد وسترونج بيز. تعالى يا دكتور ناخد مثال تاني. مثال تاني زي مين يا فندم؟ قال لي مثلا زي ال NH4Cl. انا حضرتك لما اجيب ال NH4Cl وادوبه في ميه يتفكك ل NH4 بوزيتيف و Cl نيجاتيف. NH4 بوزيتيف تاخد معاها ال OH نيجاتيف، مظبوط، والCl النيجاتيف حضرتك تاخد معاها ال H البوزيتيف. ركز بقى يا دكتور، هيطلع عند حضرتك هنا NH4OH. ال NH4OH ده حضرتك ده بيز، بس سترونج ولا ويك؟ تقول لي يا دكتور انا كان في سكيمه كده حضرتك كنت قلتها لنا في فيديو الشرح ان السترونج بيز كان بارابيسك. لا ده حضرتك NH4 ده مش تبعنا. يبقى اللي عند حضرتك هنا ده يا فندم ال NH4OH ده يا دكتور بيصنف على انه ويك بيز، وال HCl اللي هنا ده حضرتك انا عارف يا دكتور ان سترونج اسيد. حلو قوي. بقى عندي هنا يا دكتور سترونج اسيد وويك بيز، مين اللي يكسب؟ السترونج اسيد طبعا يا فندم، صح كده؟ وبالتالي السوليوشن اللي هيطلع عند حضرتك هنا يا دكتور هيبقى اسيدك. هيبقى ايه يا دكتور؟ قال لي هيبقى يا دكتور اسيدك، صح كده؟ قال لي صح يا فندم، ما عنديش مشكله. طيب تعالى حضرتك نجرب سولت تاني
او تالت. ده كده كان السولت نمبر 1، ده يا فندم سولت نمبر 2. السولت رقم 3 عند حضرتك هنا يا فندم هيبقى ايه يا فندم؟ قال لي هيبقى NaCO3. تعالى كده يا دكتور نقسم ال NaCO3 عند حضرتك، هيطلع ايه يا فندم؟ هيطلع Na بوزيتيف وCO3 نيجاتيف. ال Na البوزيتيف هتاخد ال OH النيجاتيف، والCO3 حضرتك هتاخد ال H البوزيتيف. يطلع عند حضرتك هنا يا دكتور NaOH اسيد ولا بيز؟ ده بيز يا دكتور، ومش اي بيز، ده سترونج بيز. حلو. هنا حضرتك يطلع معاك يا دكتور ال CO3 او يطلع H2CO3، صح كده؟ ده ايه يا دكتور؟ ده اسيد بس ويك اسيد. ليه يا دكتور؟ لان ال CO3 دي مش موجوده في كليبر كله نصه، صح كده؟ قال لي صح يا فندم. فاللي يطلع عند حضرتك هنا يا فندم طلع معاك ويك اسيد وطلع معاك سترونج بيز. السترونج بيز اللي تكسب يا دكتور، يبقى السوليوشن ده بيزك. يبقى لعبه الهيدروليسيس عند حضرتك يا فندم هي عكس النيوتراليزيشن. انا في النيوتراليزيشن كنت بديك الاسيد والبيز واقول لك السولت اللي هيطلع ايه. النهارده عكست. النهارده في الهيدروليسيس الراجل بيقول لي هات السولت دوبه في الميه، يعني اديله حضرتك OH نيجاتيف واديله يا دكتور H بوزيتيف، ان الميه بتتفكك H بوزيتيف و OH نيجاتيف. هات السولت ودوبه في الميه، خليه ميكس مع دول، وقول لي اللي طالع الاسيد والبيز اللي طالعين السوليوشن عند حضرتك هيبقى بيزك ولا هيبقى اسيدك ولا يا دكتور هيبقى نيوترال. دي اللعبه بتاعه الهيدروليسيس. اتمنى تكون كان جزء لطيف وصغير وظريف عليك وانت فهمته يا دكتور. اخر حاجه عندي البي اتش حضرتك بنقيسها ازاي؟ قال البي اتش بتتقاس بطريقتين، اما عن طريق البي اتش ميتر، وده جهاز بحطه في الليكويد او السوليوشن كده يا دكتور يطلع لي رقم البي اتش. كل ما يكون الرقم كبير اعلى من 7 يبقى السوليوشن ده بيزك، الرقم اقل من 7 يبقى السوليوشن ده اسيدك. او باستخدام البي اتش بيبر، ورق ابيض كده بحطه في السوليوشن، لونه بيتغير على حسب لونه بقدر احدد اذا كان 0 1 2 3 4 لغايه 14 في البي اتش سكيل. لغايه هنا حضرتك يكون السمري بتاع الدرس الاول خلص. اتمنى تكون فهمت واستفدت منه، كان علم نافع لحضرتك ينفعك في سيتويشنز كتير لما تعوز تلم الدرس بشكل سريع. كان معاكم دكتور علاء فضالي، اشوفكم ان شاء الله في سمري ليسون 2. سلام.